بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا شويه بتنجان مقلي، صدر فرخه عملناه شاورما، شويه بشاميل. هنعمل احلى صينيه مسقعه بالبشاميل. كبشه بشاميل كده في ارضيه الباركس. ناخد طبقه من البتنجان، نقسم البتنجان نصين. طبقه في ارضيه الباركس كده. تمام كده. قرنين فلفل حلوين. هناخد بقى رشه بشاميل كده على بسيطه، ونجيب صدر فرخه اللي احنا عملناه بتتبيله الشاورما، هنرص طبقه منه. ده هيكون الحشو بتاع الصينية معانا. شوية فلفل ألوان كده معاه عشان برضو القيمة الغذائية العالية. كده خلاص عملنا حشو الصينية جميل جدا كده. رشة بشاميل كده عليه بسيطة. نبدأ بقى نرص طبقة البتنجان بتاعنا النص التاني. احنا قسمناه نصين، ده النص التاني بتاعنا اللي احنا هنرصه. الوش بتاعنا دوت يعتبر. ناخد بقى طبقة محترمة من البشاميل، عشان ده هيكون الوجه بتاع الصينية. طبقة محترمة كده ناخد منها بشاميل كريمي، طبعا كلكم اساتذه فيه. خلاص كده نسوي ونهز الصينيه دي هزتين كده عشان نملى فراغات اللي ما بين البتنجان وبين بعضه. نحط بقى في الفرن لمده 25 دقيقه على درجه حراره 200. قبل كده نروح راشين شويه موزاريلا بسيطه كده، اختياري بقى، اختياري. هنحطه طبعا في الفرن، ويطلع لنا بعد نص ساعه الا 5 دقايق. هنشوف الشكل، نشوف الريحه اللي قلبت البيت كله. ادي الشكل والروعه والجمال اللي طلع من الفرن. طعمه رائع. صنف جميل جدا. صنف بحس انه يودي البتنجان في حتة تانية خالص. نعمل بقى اي منظر كده جمالي للوش او الوجه بتاع الصينية. معنا فلفل الوان، اي رسمة حضراتكم عايزينها، او اي طريقة حضراتكم تقدموا بيها او تزينوا بيها عادي. ده يحتاج ايه بقى الجمال ده؟ هنحتاج معاه الاكل ايه؟ هنحتاج اي حاجة مخللة. احنا معانا طبعا اللي عملنا ليمون معصفر بفيديو قبل كده في الصفحة. هناخد منه كام ليمونة كده لزوم الأكل بتاع الطبق بتاع اليوم ده. الليمون بصراحة طلع روعة، طعمه خرافة بصراحة. ادي الليمون المعصفر بتاعنا. خلاص كده. ادي شغلنا النهاردة، وادي طبق اليوم، وادي الجمال كله، وادي القيمة الغذائية العالية، وادي الطعم اللي هو فعلا محبوب لكل الناس. اللي ما بيحبش المسقعة هيحبها في الصنف ده، هيحبها بالطريقة دي. طريقة جميلة لذيذة روعة، مغذية جدا للكبار والصغيرين. ويا رب بالهنا والشفاء لكل اللي داقوا، لكل اللي كأل منه. ونبدأ نقول مع تحياتي: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.